هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. آخر حاجة بقى الجديد إن سعد الصغير أو سعد الصغير المطرب الشعبي استعلم عن ضوابط الترشح للرئاسة على دقات الطبل والمزمار، معتبرا نفسه مرشح الغلابة، وقال إن معاه 55,000 توكيل. طيب مطرب الحنطور بيعرض برنامجه الرئاسي وبيقول هيعمل ايه بقى في مصر؟ سأمنع القبلات والمايوهات من الأعمال الفنية، ولا ضرائب على الموظفين والفقراء، وكل حاجة هتبقى ببلاش. تفاصيل الخبر بتقول استعرض المطرب الشعبي سعد الصغير واللي رشح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية برنامجه الانتخابي، وقال انه في حالة فوزه بالرئاسة هيعتزل الغناء وهيتفرغ للعمل السياسي والحل مشاكل البلد. وحدد سعد عدة أهداف هيحققها في برنامجه الانتخابي، ومنها علاج الشعب كله ببلاش، وإلغاء الضرائب على الموظفين والفقراء، والغريب انه هيمنع كل مشاهد القبلات والمايوهات من الأعمال الفنية. أنا سعد الصغير على المستوى الفني يعني مطرب شعبي فني زي الفل، لكن رئيس جمهورية أفهمها ازاي دي بقى؟ فهموها لي.